حبايبي عاملين ايه؟ النهارده باذن الله نعمل مخلل مع بعض مشكل. تابعوا معايا الفيديو. معانا النهارده كده قرنبيط ومعانا لفت ومعانا فلفل ومعانا جزر ومعانا خيار. هنعمل كده تشكيله مخلل مع بعض. نقطع الجزر كده، معانا القطاعه، نقطع كده الجزر. القطاعه دي بتخلي الحاجه شكلها حلو كده. ماشي اهي كده قطعنا الجزر اهو. معانا اللفت نقطعه برده كده. نقطعه كده. اللفتة بتاعتنا كده واحنا بنجيبها تكون طرية ومتبقاش مخوخة من جوه. بصوا هنقطعه كله بقى على كده. معانا القرنبيط اهوت غسلناه، قطعناه كده حتت وغسلناه. بصوا غسلناه طبعا حلو. ومعانا ميه سخنه اهي كده. احنا بنحط الميه شويه بشويه كده عشان الطبق ما يتكسرش ولا يطقش مننا، عشان الميه سخنه طبعا بتغلي اهي كده. هنسيبه في الميه دي لغايه ما الميه تبرد. معانا هنا بعد ما حطينا الميه السخنه على الجزر هنحط معلقه سكر كبيره، والقرنبيط برضه هنحط معلقه سكر كبيره كده. هنحط هنا معلقه ملح برضه، والقرنبيط هنحط عليه برضه معلقه ملح. هنسيبهم بقى كده لغايه ما الميه تبرد خالص. نقول لكم هنعمل ايه. غسلناه وقطعناه اهوت. هنرش عليه ملح كده نسيبه نص ساعه. نسيبه نص ساعه كده ينزل الميه بتاعته. نرجع له. رميت اهوت برضه الميه بردت بتاعته كده. حطينا كل حاجه اهيت. نقلب بقى كله كده. حطينا الميه دي غليناها وسيبناها تبرد. ماشي دول سبع كوبايات ميه. نحط 7 معالق ملح خشن. 1 2 3 4. هندوب الملح ده كده. الميه دي طبعا مغليينها ومبردينها. و7 معالق ملح. الملح ده خشن كده هنفضل نقلب فيه كده لغايه ما ندوب. كبيره كده معلقتين سكر كده. حطينا معلقتين سكر مع الملح. نقلب بقى كده. معنا معلقتين خل بس، الحاجه اللي هتخلي الميه بتاعتنا طعمها جميل كده ولونها جميل ونقول لكم عليها. بصوا بقى كده الميه بقت لونها جميل ازاي. هنقول لكم طبعا ايه احنا حطينا ايه. هندوب بقى الملح والسكر كده والخل. معانا هنا كام فص توم كده مقطعينهم حطيناهم في الميه. كده نعبي بقى المخلل كده. البرطمانات طبعا غسلينها ومعقمينها بميه دافيه بتاعتنا بقى اهيت. حطينا بقى الهريسه بتاعتنا اهيت. كناش حطينا الهريسه لسه. الهريسه دي حراقه. بصوا نكمل بقى الميه بتاعتنا. خلصنا الفيديو بتاعنا النهارده اهو. والحاجه اللي احنا حطيناها في الميه ديت فلفل رومي احمر بارد. ضربته في الكبه وصفيته خالص من الميه وحطيته في الميه. هو ده اللي عمل اللون الجميل ده. وباذن الله نفتح عليه بعد اسبوع. ان عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. واللي بيتابعوني على الفيس ما ينسوش يعملوا لايك وفولو للصفحه.